لو عايز تهزم اي فريق هات له اكرم توفيق. ايه الحلاوه بس دي يا عم مباسم؟ كنت فين من زمان يا اخي؟ ده الدفاع بتاع الاهلي كان في العنايه المركزه من غيرك. يا عم الحمد لله دي اتسترت معانا قوي، لان الفريق بتاع مازيمب ده فريق كلح وما كانوش جايين يلعبوا كوره. ده الواد حارس المرمى بتاعهم نام في الملعب اكتر ما واقف جون. ايه والله يا سي اكرم، ده كان فريق تلح. بس الصراحه براوة عليك في الكره اللي طلعتها من على خط المرمى في الدقيقه 47 دي لو كانت دخلت كانت هتبقى كل سنه وانت طيب. وانت بالصحه والسلامه. وبعدين انا لقيت الواد مصطفى شوبير تعب من كتر صد الكور، فقلت اساعده واقف معاه شويه في الجون. ده الواحد مش عارف يلعب فين ولا فين في الملعب، ده انا مقطع نفسي في الملعب مع الاهلي. ما انت برضه يا سي اكرم قلب الاسد. امال لما انت مش هتقطع نفسك في الملعب مين اللي هيعمل كده؟ اهم حاجه ربنا يبعد عنك الاصابات وما تغيبش تاني عن الاهلي. يا اخي بتفكرني ليه بس بالاصابات؟ ده الواحد جاله رباط صليبي اكتر ما بيدخل الحمام. ده انا ماشي بنفك صليبه دلوقتي، كل ما ركبتي تطقطق افكها عشان اطمن انها سليمه. يا عم اكرم ربك كريم وهعوضك في الماتش بتاع مازيمب ده. بس سيبك انت، الهدف الثالث اللي انت جبته في اخر الماتش ده حاجه كده ما نشوفهاش غير في الدوري الالماني، الدوري الانجليزي، حاجه من الاخر يعني. والله زي ما تقول انا لقيت الواد محمد عبد المنعم راح جاب جون، قلت اشمعنى انا؟ فرحت طالع لقدام لقيت الواد امام عاشور الله يبارك له راح عامل لي تمريره زي حته الجاتوه، فرحت واخد الكوره ومن تحت الحارس بتاع المرمى اديتها له زو. ده كان احلى زو في الماتش كله. وزي ما قال الحاج رؤوف خليفه الله يمسيه بالخير، اعطينا 11 اكرم توفيق وسنفوز بكاس العالم وكاس مصر. يا عم بطل اختراعات، ما قالش كاس مصر هو. وبعدين اكرم واحد بس، ما ينفعش يبقى فيه نسخه تانية منه زي ميسي ورونالدو كده يعني. ميسي ورونالدو مين بس يا سي اكرم؟ ده لو واحد فيهم كان جات له ربع الاصابه بتاعتك كان زمانه دلوقتي بيلعب في فريق الشلاحات. المهم يا سي مباسم، شد حيلك في الماتش بتاع الترجي عشان ده ماتش تقيل وعايزينك تاخد طرنه اللي هو بتاع 2018. عيب عليك، طالما موفاسا رجع الاهلي لازم على الاقل اجيب بطولتين او ثلاثه. وبعدين لا تقول لي الترجي ولا تقول لي بتنجان، اكرم راجع الاهلي واكيد جعان.